لا يا جدعان انا مخضوض. هي الاردن مش بتدينا الكوره ليه واحنا مش دافعين؟ هما مش بيلعبونا ليه؟ هما احنا زعلناهم في حاجه؟ وبعدين ايه اكرم توفيق ده؟ اكرم توفيق ما يعرفش يلعب كوره خالص. هو ضرب 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 بس، اي حاجه بره الضرب ما بيعرفش يلعب. ايه ده؟ وبعدين بسام جاي يكتشف نفسه بعد ال70. بسام جاي يكتشف نفسه في البطوله العربيه بعد ال70. هما مش يا جدعان خليهم يلعبونا معاهم، والله العظيم انا خايف. هما مش بيدونا الكوره ليه؟ ده احنا اول 10 دقايق اهو والرجاله. انا خايف والله. في ايه؟ ده احنا اخوات يعني وجيران. اوبا يا جدعان على اللي بيحصل ده. 10 دقايق علمونا الادب. صح، نسيت اتكلم على ياسين مرعي. ياسين مرعي ده ازاي لاعب كرة قدم يا جدعان؟ ياسين مرعي ده ازاي بيلعب كرة قدم؟ ياسين مرعي ده ده ازاي كان في الزمالك؟ ده الزمالك ازاي عدى من ناشئين الزمالك؟ ياسين مرعي ده اكبر دليل ان ناشئين الزمالك ماشيه واسطه. اقسم بالله ماشيه جدعانه وواسطه ده كان في يعني ده كان انا ما اعرفش هو، ان انا اعرف ان هو كان في ناشئين الزمالك. ده كان طالع من براعم الزمالك. يخرب بيت والله العظيم سبحان الله بتكلم وربنا بتكلم اهو. بص المذيع بيقول لك قانون الاخطاء. الواد ما بيعرفش يلعب كوره. الواد ما بيعرفش يلعب كوره، ولا بيباصي ولا بيعرف يباصي، ولا بيعرف يستلم، ولا بيعرف يسلم، ولا بيعرف يغطي، ولا بيعرف يقطع كوره، ولا بيعرف يعمل حاجه. هو عين شويه عض بس وبتاع. بيقلد اكرم توفيق عشان هو اكرم توفيق برضه ما عندوش كوره، فهو بيقلد اكرم توفيق. ايه ده؟ ايه الواد ده يا جدعان؟ ده احنا لازم يتفتح تحقيق في ناشئين نادي الزمالك. ازاي ده كان ناشئ في النادي ده؟ ده ازاي كان ناشئ في الزمالك؟ ده كارثه. ده قسما بالله ما يلعب حتى، ما بيلعبش اي حاجه. ده شخص عديم اي حاجه، معدوم كل حاجه.